الله يجعل شهر رمضان شهر يمن وبركات وخير علينا يا ربي. يبارك لنا فيه ولياليه. رمضان مبارك. ملي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه داعية لأهل المدينة، فأسلم على يديه 3 من أولاد عمرو بن الجموح مع الأم ديالهم، ولكن بلا علم باهم. مشاو عند ولاده وقالوا ليه دخل في الدين الإسلامي اللي قاع الناس تبعوه، وسمعوه بعض الآيات القرآنية باش يحن قلبه ويسلم. ولكن هيهات، قال لهم ما غاديش نآمن به حتى نشاور مناف ونشوف اش غادي يقول ليا. مشى عند الصنم مناف، وكانوا في الجاهلية إلا بغاو يتكلموا مع آلهتهم كيجيبوا واحد العجوز وراه الصنم، وهذاك العجوز هو اللي كيجاوبهم باللي ألهموا هذاك الصنم. عمرو كان أعرج وعنده واحد الرجل قصر من الرجل الأخرى، وقف قدام الصنم معكز على ديك الرجل الصحيحة وكيهضر مع الآلهة. هاد الشي كامل احترام ليها. بعد ما شكر الآلهة وأثنى عليها، قال لها أكيد سمعتي بهذا الذي يدعو لدين آخر غير دينك، هذاك اللي كاين هنا على عبادتك وبغى لك السوء، وريني شنو ندير. الصنم ما ردش عليه، عاود ليه الكلام مرة أخرى ولا مجيب. وهو يقول ليه عمرو يمكن غضبان عليا، غادي نمشي أيام ونرجع يكون زال عليك الغضب وتجاوبني. وملي جا الليل جاو ولادو هزو هداك الصنم مناف ورماوه في واحد الحفرة عامرة بالجيف والقذارة. ملي صباح الصباح دخل عمرو للصنم ديالو ملقاش، وبدا كيغوت بواحد الحالة هستيرية، وخرج كيقلب عليه لقاه في هذيك الحفرة. هزوه وغسلوه ونقاه وعطروا ورجعوا لبلاصتو. والليلة الموالية نفس الشي، هزوه ولادو ورماوه في ديك الحفرة مجددا. خرج تاني قلب عليه، جابوا من ديك الحفرة ونقاه ورجعوا. ولادو كل ليلة كيهزوا هداك الصنم كيرموه في الحفرة حتى ضاق الحال بباهم. وقبل ما يمشي ينعس حط واحد السيف علقوا على الرقبة ديال هداك الصنم مناف، وقال ليه دافع على راسك بالسيف. غير جا الليل هزوه ولادو عاوتاني وربطوه بكلب ميت ورموه في الحفرة. ملي فاق عمرو عاوتاني وما لقاش ولقاه في ديك الحالة، هنا خاب ظنه بآلهته وعرف أنها لا حول لها ولا قوة، ودخل في دين الله وبدا كيتسابق مع الصالحين في ميادين الدين. ملي المسلمين بغاو يخرجوا للغزوات حتى هو بغى يخرج معهم، ولكن ولادو منعوه لكبر السن ديالو وعلى عرجته، وهو بقى مصر للخروج للجهاد. ولادو مشاو لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستعانوا به. أمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يبقى في المدينة. وجات غزوة أحد وعاود تاني بغى يخرج للجهاد، ولادو عاود تاني منعوه، ولكن هاد المرة مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليه بغيت نخرج للجهاد. قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم راه عندك عذر. قال ليه يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن ليه باش يخرج معهم. هز سلاحه وقال اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني لأهلي. وفعلا استشهد في المعركة ودفن مع اللي ربي نعم عليهم بالاستشهاد. وبعد 46 سنة في عهد معاوية رضي الله عنه جاء واحد السيل لمقبرة الشهداء. السيل كان شديد قوي لدرجة غطى أرض قبور. المسلمين بداو كينقلوا الرفات ديال الشهداء. ملي حفروا القبر ديال عمرو بن الجموح رضي الله عنه لقاوه بحال إلا غير ناعس، الجسد ديالو لين ورطب والأطراف ديالو كتثنى، الأرض ما كانت والو من الجسد ديالو. هنا كيبين لله الله سبحانه وتعالى خاتمة اللي مشى في طريق الله. رمضان كريم.